بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صينية مكرونة مختلفة عن أي مكرونة كلتيها قبل كده. بصراحة شغل فاخر، لازم تجربيها. هتخسري كتير لو ما اعتمدتيهاش لرمضان وعملتيها. هتشوفوا معايا بإذن الله الطريقة دلوقتي. هنا عندي الطريقة بتاعت العصاج الموفر اللي انا وعدتكم بيها في فيديو التفريزات. هنعمله هنا في صينية المكرونة. ده ربع كيلو من اللحمة المفرومة، ومعانا الكوباية دي مليانة فول صويا نقعتها 10 دقايق وعصرتها وصفتها كويس. دلوقتي هنمزج فول الصويا على اللحمة، على ربع كيلو اللحمة اللي موجود عندي. هبتدي اقلبه واقلبه كويس جدا اهو. زي ما انتوا شايفين كده، لازم اللحمة مع فول الصويا تبقى مزيج واحد، ما يبقاش الفول في حتة واللحمة في حتة تانية. مزجته بايدي كويس جدا عشان احصل على خليط متجانس. تمام كده اهو. ادي الخليط عندي بتاع اللحمة وفول الصويا، بيتخدموا بس كويس بايديكي. خلاص كده. عندي بقى طاسة على النار فيها شوية زيت، لازم اسخنهم كويس. حبة زيت لازم اسخنهم كويس علشان ابتدي اعمل العصاج فيه. خلاص كده بدي صدمة للعصاج وبحط العصاج على الزيت وهو سخن كده. تمام. عشان ما ينزلش المية اللي موجودة فيه، يفضل جوسي كده وحلو. بقلب فيه، ما سيبش ايدي منه، ما سيبش ايدي من العصاج. اقعد اقلب فيه على طول عشان احصل على نتيجة كويسة كده. تمام كده. لون اللحمة لسه زي ما هو. انا عايزة لونها يتغير زي ما انتوا شايفين. اول لونها ما يتغير ابتدي انزل ببصلتين كبار متقطعين في الكبة، وابتدي ابهر العصاج شوية الفلفل وشوية الملح. واساسي في العصاج يا جماعة القرفة البودر. عصاج يعني قرفة، مفيش عصاج ينفع من غير ما رش عليه رشة قرفة. بقلب كده وبخلطه كويس جدا، بخلطه كويس جدا زي ما انتوا شايفين. ما سيبش ايدي منه خالص عشان ما يلزقش. هحصل على نتيجة في منتهى الجمال هتشوفوا دلوقتي. خلاص هحط بقى المكرونة علشان تتسلق. المية غليت بتاعت المكرونة، هحط المكرونة تتسلق. وبرضو العصاج على النار لسه، العصاج على النار لسه علشان يكمل سواه بياخد حوالي مثلا 10 دقايق، ياخد مش اقل من كده عشان يخلص ويبقى زي الفل. المكرونه بقى، التكه اللي انا كنت عايزه اقولها لكم هنا، ان المكرونه ما بيتحطش عليها زيت في السليق خالص. المكرونه بيتحط عليها ملح ومعلقتين من الخل. الخل بيفرفرها بيفلفلها، ما بيخليهاش تمسك في بعضها او تعجن. بيديكي نتيجه حلوه جدا، جربي وهتشوفي. بس ما بيتحطلهاش زيت خالص. كده بكمل العصاج اللي معايا. خلاص كده قلبته، اعتقد ان هو قرب يخلص. خلاص كده خلص، هركنه على جنب. شايفين يا جماعة الكمية اللي طالعة قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. كمية في منتهى الجمال. ده من ربع كيلو لحمة واحد وكوباية فول صويا. شايفين العصاج؟ عايزة تشيليه في علب، عايزة تشيليه في اكياس، عايزة تشتغلي بيه على طول، زي ما انت عايزة. شيليه كده جاهز لأي حاجة تعمليها ان شاء الله في رمضان. بعد كده بجيب طاسة فيها شوية زيت، بسيبهم يسخنوا شوية عشان اعمل صلصة للمكرونة. ايوه انا بعمل المكرونة بالبشاميل بصلصة، ما بعملهاش بيضة. وهتشوفوا النتيجة لو جربتوها. مش هتخسروا والله، هتخسروا كتير لو ما جربتوش طريقتي. طريقتي في حتة تانية والله، جميلة جدا. كده انا حطيت البصلة على الزيت، عايزة اوصل للون ذهبي. لون ذهبي يعني البصلة دي ما تغمقش، اللون اللي انتوا شايفينه ده. بكون عصرة كوبايتين بس طماطم، كوبايتين صغيرين، بحطهم على البصل. ما بكترش الطماطم ولا بحط صلصة ولا اي حاجة. هي بس كوبايتين الطماطم دي، شوية الملح وشوية الفلفل وخلاص، ما بحطش عليها اي حاجة. كل اللي مطلوب ان الصلصة دي تتسبك كويس جدا، قوامها يتقل ويتسبك معايا صح، ما يبقاش فيها مية، تبقى كده متماسكة وكويسة علشان اقلبها على المكرونة. زي ما انتوا شايفين كده.
شايفين لونها بقى جميل ازاي من غير ما حطينا صلصة ولا حطينا اي حاجة. خلاص كده البشاميل معانا برضو بشاميل موفر. عندي كوباية شوربة وكوبايتين من الحليب، كوباية من الشوربة وكوبايتين من الحليب. انا بحب دايما اعمل البشاميل بشوربة زائد لبن، ما بحبش اعمله بلبن صافي. كل كوبايتين من السوائل بتاخد معلقتين محملين من الدقيق. انا لسه ما ولعتش النار على البشاميل. يبقى كده عندي 6 معالق، وحطيت معلقه زياده برضو عشان اتقل القوام بتاع البشاميل شويه. كل ده انا بقلب على البارد، ما ولعتش لسه عليه النار، ده البشاميل على البارد. احسن طريقه للبشاميل دي يا جماعه احسن كتير من ما انك تحمري الدقيق وتاخدي سمن كتير، والحاجات دي بتتعب جدا. هنا معايا معلقه واحده بس من السمنه بحطها، وهنا انا ولعت النار على الهادي خالص. طبعا ايديا جوه البشاميل ما بسيبوش خالص، هقعد اقلب فيه علشان اوصل للقوام اللي انا عايزاه. هادي البشاميل شويه فلفل اسود صغيرين، ما كترش عشان لونه ما يغمقش، يفضل لونه حلو. شويه فلفل وشويه ملح، وبرده هقعد اقلب علشان البشاميل ما يتكتلش مع الدقيق. جربوا الطريقه دي هتكسبوا كتير والله، هتعجبكم قوي وخفيفه وجميله وفي منتهى الجمال. حاجه كده يعني لايت قوي قوي، ما صينيه المكرونه مش هتتعبك خالص في الاكل. شايفين البشاميل تماسك ازاي واداني قوام صافي وكريمي في منتهى الجمال. ايوه كده خلاص انا خلصت البشاميل. بقلب الصلصه على المكرونه، اقلب الصلصه على المكرونه كويس، امزجها كويس، تبقى المكرونه كلها واخده صلصه بنفس اللون، لون واحد. تمام كده زي ما انتوا شايفين. بس كده خلاص ببتدي احضر صينيتي بقى، صينيه المكرونه بتاعتي. طبعا بحط في الصينيه من تحت شويه بشاميل. انا بحب الخطوه دي جدا يا جماعه، بتفرق كتير. شويه بشاميل كويسين كده واوزعهم قبل ما ابتدي احط المكرونه. تمام تمام خلاص. هبتدي امسك الصينيه اوزع فيها البشاميل كويس، واجيب بقى المكرونه احط نص الكميه في الصينيه من تحت، نص كميه المكرونه في الصينيه من تحت، ارصها كويس واوزعها كويس بحيث تبقى كلها ايه متساويه. طبعا زي ما احنا عارفين انا بجيب لكم الخطوات بالتفصيل، عشان يعني لازم المكرونه دي تعتمديها لرمضان، وهتجربي وهتشوفي هيطلبوها منك كل يوم. الخطوه بقى الفاصله ان انا ببخر العصاج بفحمه مولعه، بتنقل صينيه المكرونه في حته تانية. جربي الخطوه دي وادعيلي بظهر الغيب، اديني دعوه جميله بس بظهر الغيب. وما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، بجد والله هتفرق معاكم جدا. انا هنا بخرت العصاج كويس وخلاص حطيته في نص الصينيه. هبدا اوزعه كويس، شايفين كميه العصاج جميله ازاي؟ كميه وافيه جدا، من ربع كيلو لحمه بس. بحط الجزء التاني من المكرونه وببدا برضو اوزعه على الصينيه كويس، اظبط الصينيه بمعنى اصح. تمام اهي خلاص كده الصينيه خلصت معايا، مش فاضل غير اني احط بقى البشاميل معاكم. ادي البشاميل هبتدي احطه، شايفين قوامه؟ شايفين بشاميل في منتهى الجمال، مفيهوش اي تكتلات، صافي ولونه ابيض جميل جدا وزاهي. اهو خلاص حطيت البشاميل خلاص على الصينيه، ابتدي اوزعه، ولا بيض ولا اي حاجه، بشاميل موفر في منتهى الجمال، وهتطلع النتيجه روعه فوق الروعه كمان. هنا انا بشرى شويه جبنه موتزاريلا حطاهم جنبي، ده خطوه اختياريه. عندك جبنه رومي بتحبي طعمها حطي، عندك موتزاريلا حطي، ما عندكيش مش ضروري، دي خطوه اختياري مش اساسيه يعني. ما تنسوش يا جماعه ان قبل ما اشتغل في اي حاجه بتولع لها الفرن ابقى مولعه الفرن قبليها بحوالي تلت ساعه. هنا انا مولعه الفرن لازم تدخل على فرن سخن، يعني يبقى الفرن سخن وقريبه من فوق كده. الصينيه استوت، خدت بالظبط معايا
حوالي ساعة. شايفين الجمال؟ شايفين شكلها؟ خدت حوالي ساعة و5 دقايق في الفرن بالظبط زي ما بقول لكم كده. صينية مكرونة من الاخر. يلا بقى لايكات تنزل عليا النهاردة مطرة عشان صينية المكرونة دي تستاهل بجد يا جماعة، واشتراك في القناة. لازم يا جماعة النهاردة تكافئوني على صينية المكرونة دي. تعالوا بقى نقطع كده ونشوف قوامها وازاي هي جميلة وجوسي كده زي ما انتوا شايفين. شايفين البشاميل في منتهى الجمال. لو عجبكم الفيديو ادوني لايك وشير وسبسكرايب للقناة.